الحالة الثامنة، وكانت قد مرت معنا في قول الجزري: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، وهي أن تتقدم الطاء على التاء، أن تتقدم الطاء على التاء، ونحن نعلم بأن الطاء والتاء حرفان متجانسان، يعني من المخرج نفسه، إلا أن الطاء أقوى من التاء، فالقوي لا يدخل في الضعيف دخولا كاملا، وإظهاره أيضا فيه ثقل، لذلك كما ذكرنا وكما نرى أمامنا على اللوحة وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها. طيب كيف يكون ذلك؟ نرى على اللوحة باللون الأزرق، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله تعالى: قال أحطت بما أحطت. فإذا نقول أحط، بعد الحاء ننطق طاء ساكنة غير مقلقلة، أحط، ثم نحول شكل لساننا وهو ما زال ملازما لموضع الطاء الذي هو في الوقت نفسه موضع التاء، نحول شكله ثم نجافيه فنقول تو، أحط. وقد بينت لكم لما شرحنا هذا البيت وبين الإطباق من أحط مع بسطت، شرحت لكم بصورة متحركة حقيقة ما يجري داخل الفم عند هذا الأمر. كذلك قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك، بسطت نطبق على طاء ثم نفتح على تاء. وقوله تعالى: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فنطبق على طاء ثم نحول إلى تاء، فرطتم، ولا نقول كما نسمع من بعض إخواننا فرطتم. إذا قلنا فرطتم صار النطق بطاء مشددة، وهذا لا تفعله العرب أبدا. كذلك في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت نطبق على طاء ونجافي عن تاء مضمومة. هذه هي الحالات الثمانية للحرفين المتجانسين عندما يلتقيان ويكون الأول منهما ساكن، لا بد من الإدغام، إلا في يلهث ذلك ورد بالإضافة إلى ورود الإدغام ورد الإظهار، واركب معنا في سورة هود ورد بالإضافة إلى مجيء الإدغام ورد مجيء الإظهار أيضا. أما بقية الحالات فلا بد من الإدغام قولا واحدا. ما أحد أحط مثلا، ما أحد يقول أحطت، ما أحد يفعل ذلك، حتى لغة فاسد. انتبهنا كيف؟ كذلك ما مر معنا من أمثلة: إذ ظلمتم، لا بد من الإدغام، إذ ظلمتم، قد تبين، هم الطائفتان، كل ما مر معنا من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين لا بد من فعله إن سكن الأول، سكون الأول دائما شرط لازم.